لن تصدق ما فعله لاعب التعاون مع كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والتعاون بعد إهدار ضربة الجزاء. لكن قبل ما نبدأ في أي تفاصيل ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفنا. لقطة لن ينساها رونالدو طوال حياته بعد إهدار ضربة جزاء أمام التعاون في كأس الملك في الدقيقة 96. النصر مهزوم 1-0 من التعاون، والحكم قرر احتساب ضربة جزاء للنصر قبل نهاية المباراة بثواني قليلة، وكالعادة تقدم لها الدون رونالدو، ولكن ما حدث من رونالدو صدم الجميع. رونالدو فاجأ الجميع وقام بتنفيذ ضربة الجزاء بطريقة غريبة وعجيبة جعلت الجماهير بالكامل تضع أيديها على رؤوسها من الصدمة التي تعرضوا لها في هذا المشهد، وكأن رونالدو اعتزل كرة القدم وبعتوا شخص مكانه عشان ينفذ الركلة الحاسمة بهذه الطريقة الخزعبلية. وبعد رونالدو ما ضيع ضربة الجزاء المصيرية أمام التعاون والتي أخرجت النصر من كأس الملك، فتفاجأ بتصرف جنوني من لاعب التعاون سيجعله يفكر في اعتزال كرة القدم. متعب المفرج لاعب التعاون ركض بسرعة وقام بالقفز فوق كريستيانو احتفالا بإهدار ضربة الجزاء وتأهل فريقه إلى الدور القادم في مشهد هو الأغرب والأسوأ في مسيرته. في النهاية مستنيين رأيكم في التعليقات، لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفنا. شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم على خير.